السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ داليا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض بوريك بالجبنة. وطبعا البوريك ده بيبقى مشهور جدا في الأفران، وطبعا كلنا بنحبه بقى وشايفين بيبقى كده يا جماعة طري بالشكل ده كده. هنعمله بعجينة هشة وطرية وكمان اقتصادية، والمكونات بتاعتها موجودة في كل بيت. شو بقى انت لو بتشتري من الأفران سعره وصل لكام، لكن احنا هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة. وقبل ما ندخل على الطريقة يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناة، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف معنا ايه. اول حاجة معايا هنا كوباية من الحليب الدافي، ومعايا كمان نص كوباية زيت على سمنة. يعني حطيت ربع كوباية زيت ومعلقتين سمنة، ولو حابة يبقى كل الكمية نص كوباية زيت مفيش اي مشكلة. بعد كده حطيت كمان هنا 3 معالق من السكر، حطيت كيس خميرة فورية، وهحط كمان نص معلقة ملح، وعندي كمان معلقتين من الصلصة طبعا بقى علشان يدينا اللون اللي احنا شفناه كده في اول الفيديو بتاعنا. هقلب بقى كله كده مع بعضه، اللبن مع الصلصة مع الخميرة مع السكر والملح، لحد ما اخلط كله كده كويس بالشكل ده كده اهو يا جماعة. بعد كده هنزل بقى بالدقيق. عندي هنا نص كيلو دقيق او 4 كوبايات دقيق، دي كده 3 كوباية. هنزل كمان بالكوباية الرابعة. هخلط الاول كده بالمعلقة بالشكل ده كده يا جماعة، وبعد كده بقى هسيب المعلقة وهعجن بايدي. وزي ما قلتلك من نص كيلو دقيق عملنا كمية كبيرة جدا يا جماعة من بوريك الأفران. طبعا كلنا بنحبه وبنشتريه من الأفران على طول، بس طبعا الحاجة بقت غالية فلازم بقى نعمل حاجتنا في البيت. وطبعا بقى لميت الدقيق بتاعه، وطبعا لو احتجت معلقتين من المية بتنزلي كده بيهم شوية بشوية لحد طبعا ما يكون عندك عجينة طرية ومش بتلزق. طبعا بقى هاخد العجينة بتاعتي دي وانزل بيها بقى على الرخامة واعجنها شوية كده حلوين، يعني حوالي 6-7 دقايق كده لحد ما يكون عندي بقى عجينة يا جماعة طرية ومش بتلزق في الايد بالشكل ده كده. شايفين بقى لون العجينة بتاعنا عشان طبعا معلقتين الصلصة اللي حطيناهم. حطيت كده العجينة بقى بتاعتي في الطبق وهغطي عليها وهسيبها تخمر. طبعا الجو حر، مفيش نص ساعة وهتلاقيها خمرت معاكي. شايفين بقى شكلها يا جماعة بعد ما خمرت معايا بالشكل ده كده، يا دوبك بس من 20 دقيقة كده لنص ساعة كانت خمرت بالشكل ده. نزلت بيها بقى على الرخامة بالشكل ده كده يا جماعة، وبعد كده هبدأ بقى اقطعها. قطعتها كده بالطول الاول بالشكل ده كده، وطبعا كل ما تعجني العجينة بتاعتك حلو وتريحيها حلو كل ما تديكي نتيجة كويسة في المخبوزات بتاعتك، في اي مخبوزات بتعمليها. هبدأ بقى اقطع كده العجين بتاع الكور بالشكل ده كده اهو يا جماعة، وطبعا بقى حاولي على قد ما تقدري يكون كلهم كده مقاس واحد لحد طبعا بقى ما اخلص الكمية بتاعتي بالشكل ده كده. ولو لقيتي في حتة كبيرة وحتة صغيرة بتظبطيهم بقى. هخلص الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة كده يا جماعة شايفين. وبعد كده بقى باخد كل قطعة كده من العجين وبعملها على شكل كورة بالشكل ده كده اهو يا جماعة، وبلفها كده على شكل كورة كده على في الرخامة بتاعتي بالشكل ده كده لحد طبعا برضو ما بخلص الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة. بكورها كده بالشكل ده كده، وبعد كده بغطيها برضو علشان طبعا وشها ما ينشفش بقى معانا. وطبعا بقى جهزت الحشوة بتاعتي. معايا هنا جبنة براميل يا جماعة، اللي هي الجبنة الحادقة بالشكل ده كده. ده احسن نوع جبنة تحشي بيه البوريك بتاعك او اي مخبوزات هتدخليها الفرن. طبعا الجبنة الحادقة بتكون حلوة جدا في المخبوزات بتاعتنا. جبت كده يا جماعة كرة كده من العجين وبدأت كده ابططها بالشكل ده كده. يعني هعمل كام واحدة كده جنب بعض عشان اخلص طبعا بسرعة.
وشايفين بتتفرد معاكي بكل سهولة. وبعد كده بقى هجيب حشوة الجبنة بتاعتنا واحطها كده بالشكل ده. وشايفين ما خدتش مننا اي وقت خالص، وطريقة تشكيلها سهلة برضو ما بتاخدش اي وقت. وهبدأ بقى اقفل عليها كويس جدا بالشكل ده كده يا جماعة، واقفل على الجبنة كويس، وبقفل بقى الاطراف كويس كده من تحت بالشكل ده كده. وطبعا بيكون عندي بقى هنا الصاج برص فيه البوريك بتاعنا. بقفل كده على الجبنة كويس بالشكل ده كده، واقفل الاطراف يا جماعة اهو، عشان طبعا ما تتفتحش مننا في الفرن. واهم حاجة تقفلي على الجبنة بتاعتك كويس عشان ما تخرجش وهي في الفرن. وبتظبطيها بقى بالشكل ده كده، وبرصهم بقى في الصينية بتاعتي. وعملت برضو معاكم واحدتين كمان اهو، لحد طبعا ما بخلص بقى الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة. وزي ما قلتلك طريقة التشكيل بتاعته سهلة، ما بتاخدش وقت خالص مننا. يا دوبك بس انت بتسيبي العجينة بتاعتك حوالي نص ساعة تخمر، وده الوقت اللي بياخده بس مننا العجين. برصه كده في صاج مش مدهون زيت ولا اي مادة دهنية يا جماعة. اللهم بارك. شايفين نص كيلو دقيق عمل لنا صينيتين حلوين جدا ازاي. بعد كده عندي هنا معلقتين من الحليب، هدهن كده وش البوريك بتاعي بالشكل ده كده. وطبعا في الوقت ده بكون بقى شغلت الفرن وبفتحه على درجة حرارة 200، وبشغله من فوق ومن تحت. لكن انت بس لو عندك من تحت هتشغلي من تحت بس، على بال كده ما ياخد لون من تحت بتقومي فاتحه له الشواية من فوق. بعد كده طبعا حابة بقى تحطي سمسم معاه، حابة تحطي حبة البركة براحتك خالص، حابة تسيبيه سادة برضو هيكون جميل. خلصت الكمية بتاعتي كلها كده يا جماعة بنفس الطريقة. وطبعا زي ما قلتلك هدخله بقى على فرن سخن، اهم حاجة يدخل على فرن سخن ودرجة الحرارة بتكون عالية، عشان لو درجة الحرارة بتكون هادية اي مخبوزات بتدخليها الفرن هتبقى هتنشف منك في الفرن. لكن لما تكون درجة الحرارة عالية ما بتاخدش وقت وبتطلع طرية كده بالشكل ده كده. وطبعا زي ما احنا متعودين اي مخبوزات بنخرجها بنغطيها بفوطة علشان تبقى معانا طرية يا جماعة بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي. شايفين قد ايه طرية، والتسوية بتاعتها حلوة جدا، وكمان الحشوة من جوه حلوة جدا. قد ايه بقى طري وهش ومورق كده يا جماعة، شايفين من جوه عامل ازاي. وطبعا لو الوصفة عجبتك ياريت تعملي لي لايك واشتراك في القناة. اشوفكم على خير يا رب الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.